السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا عبد الرحمن علاء. خليني أديك بريف سريع عن الكورس وأديك بريف سريع عني وأقول لك بإذن الله إزاي الكورس ده ممكن يبقى طريقك إن أنت تشتغل على الإنترنت بمرتب محترم في وظيفة ثابتة في شركة محترمة، وتبدأ إن أنت كمان تشتغل جنبيه حاجة فريلانس تزود دخلك غير الشغل الثابت. في الأول كده خلينا ناخد بريف سريع عني، الشخص اللي بيكلمكم، الشخص اللي عامل الكورس ده. انا بشتغل في مجال الديجيتال ماركتينج ومجال التجاره الالكترونيه ومجال الميديا باينج بالتحديد من 2017. المجال ده اتعلمت فيه ببساطه ازاي تخلي الاعلانات اللي بتتعمل على منصات التواصل الاجتماعي تجيب مبيعات للشركات اللي انت بتشتغل معاها. دي واحده من احسن الوظائف اللي ممكن تشتغلها على الانترنت ببساطه، لان دورك مرتبط باهم حاجه عند اي شركه وهي المبيعات. فاذا انت باذن الله اتعلمت ازاي تعمل اعلانات بشكل احترافي، هتقدر ان انت تحقق مبيعات لاي شركه، بالتالي دورك وتاثيرك في الشركه دي نفسها هيبقى اكبر من اي وظيفه تاني موجوده في الشركه. طيب، سريعا كده ايه هو الميديا باينج؟ الميديا باينج انك تعمل اعلانات على منصات التواصل الاجتماعي كلها زي فيسبوك وانستجرام وتيك توك وسناب شات وجوجل ولينكد ان واي منصة تواصل اجتماعي بتبقى عاملة منصة تانية موازية ليها للناس المعلنين اللي زينا، عشان نقدر ان احنا نعمل اعلانات ندفع بيها فلوس للمنصة دي عشان تعرض الاعلان بتاعنا للناس، بالتالي نكسب منها فلوس. طيب ايه الكورس ده؟ الكورس ده ببساطة عبارة عن حاجات كتير جدا في بعض. يعني ايه؟ احنا مش بس هنعلمك في الكورس ده ازاي تعمل اعلانات، لا، انت هتتعلم ازاي تعمل اعلانات لمجالات بعينها زي مجالات الملابس، زي العيادات، زي العقارات، حاجات مختلفة. لأن الفكرة إنه الميديا باينج تقدر تتعلمها مجانا عادي من اليوتيوب لو أنت كل غرضك إنك تفهم إزاي تدوس على الزراير اللي تخليك تعمل إعلان وخلاص. لكن ده مش غرض الكورس ده تماما. الكورس ده ببساطة بيعلمك إزاي تفكر وتجهز شغلك قبل ما تروح تعمل إعلانات أصلا، وبعدين تقعد على المنصة تعمل الإعلان بشكل احترافي، فما تضيعش فلوس العميل أو الشركة اللي أنت بتشتغل معاهم، وتقدر باذن الله ان هم لما يدفعوا مبلغ زي 1000 جنيه يجي لهم 3 و4000 جنيه مبيعات من ورا الاعلانات اللي انت هتشتغل عليها باذن الله. طيب، خلينا كده ايه سريعا ندخل في تفاصيل اللاندنج بيج والكورس عشان تعرف ايه اللي هيحصل معاك اول ما تشترك باذن الله في الكورس ده. طيب، اول حاجه، الكورس ده لمين؟ لمين؟ دي نقطة مهمة جدا. أي حد بيفكر إنه يبقى عنده شغل على الإنترنت، أي حد شغال في وظيفة تقليدية من 9 ل 5، ما عندوش مصدر دخل تاني غير إن هو يكون موجود بجسمه في مكان معين بيعمل مهمة معينة. يعني الشغلانه دي ممكن اشتغلها من البيت قطعا، طبعا لازم. ده طبيعي ان انت تشتغلها من البيت، ومن ساعه بدايه الحوار اللي حصل في 2020 ده، وكل الناس اللي في مجالنا بيشتغلوا من البيت. انا ذات نفسي اشتغل من البيت بقالي اكتر من 3 او 4 سنين. ليه؟ لان ببساطه انك تقدر تعمل شغلك من البيت، مش محتاج تبقى في مكتب عشان الشغل يتعمل باحسن شكل ممكن. طبعا في شركات بتبقى عايزاك تنزل المكتب، ده تمام، بس اغلب الشركات مش عايزاك تنزل المكتب توفيرا لفكره المكتب، وعشان تقدر انك تعمل شغلك من البيت وانت مرتاح وما عندكش مشاكل، ما دام انت فاهم انت بتعمل ايه وقدر المسؤوليه اللي هيبقى عندك. تمام؟ طيب، حد عنده منتج قوي بيبيعه على ارض الواقع، لكن مبيعاته مثلا على النت مش شغاله، او بيعلن على الماركت بليس وخلاص، او بينزل على امازون وخلاص، لا، عايز تعمل ستور خاص بيك، عايز تعمل اعلانات للمنتج بتاعك عشان تبيعه انت بنفسك وتستفيد، الكورس ده مناسب معاك. اي حد شغال في مجال التسويق عموما غير الاعلانات، حد بيعمل محتوى، حد ديجيتال ماركتنج مانجر مثلا، لكن ما عندوش فكره ازاي يعمل اعلان بشكل احترافي. نقطة مهمة بس في الأول، الكورس ده اشترك فيه أكتر من 6000 شخص بفضل الله. فأنا مش بكلمك عن كورس جديد أو كورس لسه بنختبر هو هيعمل إيه مع الناس. بفضل الله مئات الناس بقى الميديا باينج مصدر دخل ليهم بسبب الكورس ده. فدي مش حاجة جديدة، وإحنا مش هنخترع حاجة، هو كل حاجة موجودة في الكورس ده والناس بتطبقها بقالنا سنين يعني، الحمد لله.
تمام. طيب انت هتتعلم ايه بالظبط؟ هتتعلم تعمل اعلانات فيسبوك وجوجل سناب شات وتيك توك ولينكد ان. هتتعلم تعمل تسويق لاي مشروع ايا كان نوعه، عشان هتفهم ازاي الاعلانات بتشتغل بشكل احترافي. الحاجه التانيه، هتعرف ازاي تسوق للمنتجات بتاعتك. لو انت عندك ستور دروب شيبنج، ازاي تشتغل عليه بشكل حلال، ازاي تشتغل في مجال الملابس، مجال منتجات التجميل، العيادات، العقارات، ازاي تشتغل فريلانسر وتعمل ايه مع العملاء عشان تشتغل كفريلانسر، وازاي تلاقي شغل بعد ما تتعلم المهاره دي تبقى كويس. كل ده بيتشرح في الكورس ده. طيب، عدد السيشنز الكورس هي اكتر من 24 محاضره، لو ضفنا عليها التحديثات بتوصل ل 30 محاضره. 30 محاضره افريج من ساعه لساعتين كل سيشن. فانت عندك قدر معلومات كبير جدا يساعدك ان انت باذن الله تشتغل. طيب، هل الكورس ده لايف ولا الكورس ده مسجل؟ الكورس ده دلوقتي مسجل، المحاضرات مسجله وجاهزه معاك لمده سنه كامله من تاريخ الاشتراك. طب ليه سنه كامله؟ ليه مش مدى الحياه؟ لان انت هتاخد مع الكورس دعم من خلال جروب مشتركين. لو في حاجه مش واضحه، في حد هيرد عليك، في حد هيسمع منك ويجاوب عليك بشكل صحيح. في تحديثات بتنزل كل سنه وكل نص سنه، في الغالب هيبقى في كل ربع سنه مع تحديثات الاي اي اللي لسه نازله، عشان باذن الله يبقى معاك التحديثات اللي تساعدك ان انت طول الوقت ما يفوتكش حاجه من الحاجات اللي بتحصل في السوق. تمام. طيب، دي بعض النتائج اللي انا اشتغلت فيها مع التيم بتاعي بفضل الله. في حاجات اكتر من كده بكتير. انا عندي شركه تسويق اسمها اد بايرز. الشركه دي متخصصه في الميديا باينج فقط، احنا بنعمل ميديا باينج فقط. بفضل الله بدانا مع عملاء بتبيع مثلا ب 400 و500 الف جنيه في الشهر، ساعدناهم ان احنا نوصلهم ل 3 مليون جنيه في الشهر. بدانا مع عملاء ما اشتغلوش خالص على مساله الميديا باينج، وبفضل الله في اول سنه للبراند بتاعهم حققنا لهم اكتر من 20 مليون جنيه مبيعات. انت مش بتكلم حد ما اشتغلهاش او بيشرح وخلاص، لا، بفضل الله دي حاجه بنعملها في الايجنسي بتاعتي. طيب، في هنا نقطه مهمه جدا. ده فيديو السيشن الاولى، تقدر تشوف منه طريقه الشرح، انا بشرح ازاي، المعلومات اللي انت المفروض هتستفيد بيها. دي المحاضره الاولى من الكورس نازله مجانا على يوتيوب، وتقدر ان انت تشوفها عشان تقيم الكورس ده مناسب معاك ولا لا. اول حاجه بنبدا بقى بالمقدمه بتاعه الكورس. يعني ايه ميديا باينج؟ يعني ايه تسويق الكتروني؟ يعني ايه تسويق عموما؟ بعد كده بنبدا بقى الاعلانات بتاعه فيسبوك والانستجرام، اعلانات جوجل، اعلانات تيك توك، اعلانات سناب شات، اعلانات لينكد ان، اساسيات التسويق وعمل الاعلانات لاي مشروع عموما، ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، سيشنز خاصه بيه، بلس حاجات تانية اتضافت من ضمن التحديثات. ازاي تبني موقع بدون ما تبقى شخص مبرمج، ازاي تبني صفحة بيع بدون ما تبقى مبرمج، ازاي تعمل تسويق المتاجر الإلكترونية والدروب شيبينج، ازاي تعمل زي ما قلنا براندات الملابس وايه الحاجات اللي بتختلف فيها في كل حاجة. ازاي تعمل يعني ميديا باينج للجزء بتاع المنتجات التجميل، والعمل الاعلانات للكورسات والعيادات والمؤسسات الطبيه والعقارات وغيرهم. تمام، عشان بس مش عايز اطول عليك. اتضافت تحديثات 2025 واتضافت تحديثات 2026 شهر واحد كمان. وطول الوقت باذن الله الكورس هيبقى بيتحدث طول ما فيه جديد. طيب، سعر الكورس ده كام؟ سعره 650 جنيه فقط. هتاخد مقابل ده لمدة سنة كاملة الفيديوهات بتاعت الكورس والتحديثات والدعم، عشان لو أي حاجة وقفت معاك في حد يرد عليك على مدار السنة، تسأل زي ما أنت عايز براحتك داخل المحتوى بتاع الكورس، عشان نقدر إن احنا نرد عليك ونساعدك بإذن الله. تقدر ان انت تشترك من اللاندنج بيج على طول، او ان انت تتواصل مع فريق دعم الكورس من خلال زرار واتساب ده او ده، عشان تسالهم على اي حاجه انت حابب ان انت تسال عنها قبل لما تاخد قرار الاشتراك. دخولك مجال الميديا باينج واحده من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها حرفيا في حياتك، لان ده بيدخلك الشغل الاونلاين باكتر شكل احترافي باذن الله. وباذن الله يكون الكورس ده بدايه قويه جدا ليك في المجال ده. شكرا جدا.